عقله بينافس ال AI ومخه أسرع من الآلة الحاسبة، ورغم الظروف اللي بيعيشها إلا إنه استغلها صح. أخد من أم الحساب رغم بساطتها، وكان معتبر الرياضة لعبة بيلعب بيها وبيسلي بيها وقت فراغه، وبسببها بقى أصغر عبقري في مصر. أثبت إن التعليم مش بالفلوس، حياته كانت عبارة عن 10 أيام شغل ويوم دراسة، لدرجة إنه كان برنامج في الفصل. وبسبب صدفة في المحطة اكتشفوا موهبته، وعصام العرجاني حالف يغير كل حياته من أول شقته ومصاريفه لحد دراسته. يا ترى مين هو علي وإيه علاقته بعصام العرجاني؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. في عز الزحمة وفي لحظة ما كانتش محسوبة، الدنيا كلها وقفت قدام ولد بيشتغل ماسح العربيات، لكن عقله أسرع من الآلة الحاسبة. علي صالح، الولد المعجزة من الإسماعيلية، خطف قلوب الناس بفيديو ما بيكملش ثواني، لكن غير له حياته من أول وجديد. ولد عنده 13 سنة، وشه بيلمع ذكاء ولسانه بينطق أرقام كأنه متبرمج، بيحل مسائل حسابية معقدة في ثانية، أسرع من موبايل في جيبك. وكل ده وهو ماسك في ايده قماشه متبهدله، بيتمسك برزقه وسط حر الاسفلت. بس القصه ورا الفيديو اكبر بكتير من شطارته في الحساب. علي مش ولد عادي، ده اتولد بعقل خارق، لكن اتربى في بيت بسيط وسط 6 اخوات، واب عنده حاله صحيه كبيره، وام كل يوم بتنزل تلف الاسواق تشيل خرده علشان تجيب شويه جنيهات. مفيش سرير، مفيش شباك، مفيش امان. بيتهم عباره عن حيطان سودا بريحه دخان، ونوم على بطاطين مقطعه، والشتاء بيعدي من كل شقة. ورغم كل ده علي مشي في الشارع مش بس عشان يشتغل، لا، علشان يثبت ان عقله اغلى من اي ظروف. بس رغم كده استغل كل ظرف وحش لصالحه، وبسبب عقله بقى يشتغل زي الذكاء الاصطناعي. علي كشف سر تعلمه الرياضيات والحساب بالسرعة دي، وقال: اتعلمت الحساب من امي رغم انها مش بتعرف تقرا ولا تكتب. كده قالها وهو بيضحك وبيعد على صوابعه. كان بيشوف امه بتحاسب الزباين وهو صغير، وبدا يقلدها ويفكر ويحسب ويجمع ويطرح، لحد ما بقت لعبه الارقام اللعبه المفضله بالنسبه له. علي كان بيروح المدرسه بس مش كل يوم، ساعات بينزل الشارع قبليها بيوم يشتغل، وساعات بينام في الفصل من الارهاق. المدرسين افتكروا ان هو مهمل، بس بعدين اكتشفوا ان الولد ده مش عادي، ده عبقري واتظلم. اخوه بيقول هو عبقري بس مظلوم من صغره، وهو بيحاول علشان يقول عايز يساعد، بس لما شفناه بيحسب بسرعه كده عرفنا انه حاجه تانية. لحد ما جه اليوم اللي غير حياته. ست وقفت عربيتها عند محطه البنزين، لقيت الولد بيمسح الازاز، سالته مساله، رد عليها قبل ما الاله الحاسبه تطلع النتيجه. صورت اللحظه دي ونزلت الفيديو، ومن هنا بدات الحكايه. الناس كلها اتكلمت على السوشيال ميديا، اتقلبت السوشيال ميديا وقتها، والتليفونات فضلت ترن وما بطلتش. الكل بيدور على الولد المعجزه، والكل عايز يعرف مين علي. واللي حصل بعد كده هو اللي فعلا غير المصير. رجل الاعمال عصام العرجاني شاف الفيديو وقرر يدخل المشهد، مش بس بكلمه حلوه، لا، بدعم حقيقي. العرجاني قال الولد ده لازم يتعلم ولازم نغير مستقبله كله. وبالفعل اول حاجه عملها جدد شقه الاسره بالكامل، فرشها فرش كامل ووفر لهم اجهزه وادوات وكل حاجه تخليهم يبداوا من جديد. مش بس كده، خصص لهم دعم شهري ثابت وتكفل بكل مصاريف تعليم علي واخوه محمود، من اول الكتب والدروس لحد اللبس والمواصلات. كمان وفر شغل المحمود يساعد الاسره ويثبت رجليهم. جاب تروسيكل جديد للاب عشان يشتغل عليه بدل ما يفضل محبوس في البيت من التعب، وقرر يديهم منحه عمره للاب والام كنوع من انواع التقدير لتعبهم وصبرهم، وكانه بيقول لهم انا شايفكم ومقدركم. حتى الاسنان اللي كانت ناقصه عند علي تكفل بتركيبها، وقال لازم الولد يضحك من قلبه ويكون واثق من نفسه. وفعلا ابتسامه علي بقت بتقول كل حاجه. مش بس كده، العرجاني اعلن انه هيكمل معاه المشوار، مش مره وخلاص، لكن متابعه وتعليم وتوجيه لحد ما يشوفه في الجامعه اللي بيحلم بيها. وقال لو البلد كلها فيها علي يبقى احنا لازم نكون فيها علشانهم. قصة علي صالح بقت درس لكل حد ممكن يكون شايف موهبة ومش عارف يمد ايده، وبقت نموذج حقيقي ان المسؤولية المجتمعية مش كلام في المؤتمرات، لكن فعل حقيقي بيغير مصير عيلة كاملة. الولد اللي كان بينام على أرضية ريحتها فحم بقى عنده بيت متجدد، أمل في بكرة، وطريق بقى مفتوح قدامه عشان يوصل لهدفه. أنا عايز أبقى مهندس كمبيوتر، عايز أغير حياة أمي وأبويا. يمكن الفيديو كان صدفة، لكن الموهبة مش صدفة، والرعاية اللي لقاها كانت بداية جديدة لحياة تستحق تتعاش.